كلشي لوروب جاو لهنايا داروا اجتماع باش يحاربوا هتلر، ولكن عرف هتلر بانه داروا اجتماع في المغرب، كل المغرب ما بقاش دابا. كنهضر معاك. شحال من دوله تحكمت في كازا اداريا وعسكريا؟ واش واحد ولا جوج ولا ثلاثه؟ اللي في خبري انا ودخلوا الاستعمار باش يستعمرونا بالنفوذ ديالهم. ديك الساعه المغرب راه كان هابط الارض. كاين البرتغال، كاين السبريون، كاين فرنسا والالمان، والميريكان دخلت بحال الحمايه ومش تعرف. 1907 شنو هو السبب المباشر اللي خلى فرنسا كتهاجم على المغرب عسكريا؟ واش مشكل ما بين المخزن والقنصليه ديال فرنسا، ولا كانوا واحد العمال اوروبيين كانوا تقتلوا واحد 9 الناس لانهم كانوا تيدوزوا واحد السكه واحد المقبره، ولا كان مشكل ما بين السلطان وفرنسا؟ غيكون اخويا العمال ديال فرنسا هما اللي تقتلوا، ما هما كانوا فاهمين مع العلويين، والفدائيين ديالنا حتى هما كانوا تبارك الله. في 1943 كان واحد اللقاء كبير اللي كانوا فيه واحد الناس مهمين في العالم اللي جاو ناقشوا واحد الموضوع في كازا. واش ذاك اللقاء جاو باش يدويو على استقلال المغرب، ولا على الحرب العالميه الثانيه، ولا على تقسيم افريقيا؟ شكون هادو؟ روزفلت وتشرشل. وروزفلت وتشرشل ما عندوش علاقه كاع بالمغرب. هذا الا بغى يدير شي حاجه راه غادي يديرها كما قلتي انت ديال الحرب العالميه الثانيه. لا داروا على باش يحاربوا هتلر، ما داروش. المغرب راه ديالهم، هما قالوا نجيو دوله افريقيه ومدرجين ونديروا الاستعراض، خاطرنا ما كاين غيدي يجي كون داروا في اوروبا ولا شي حاجه غيزعزعهم هتلر، وكون عارف الميت هنا بالمغرب. كون المغرب تسعى هذه.